قبل ما نبدأ كده لازم أقول لكم شكرا من القلب على الدعم اللي بتقدموه للقناة. والله أنتم مش مجرد متابعين، أنتم جيش أسطوري، وكل لايك وتعليق منكم بيفرق معايا جدا. ربنا يخليكم يا أحلى ناس. وخلونا نبدأ تحدي جديد. التحدي المرة دي أنا نوصل الفيديو ده ل1000 مشترك في أسرع وقت، وأنا واثق أنكم قدها. وقبل ما نبدأ صلوا على سيدنا محمد وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم. جاهزين؟ يلا نبلش. يا جماعة صدقوني لما أقولكم أن من هو دي بدايتها حلوة، لكن كل ما تكمل فيها مستواها بيعلى بشكل رهيب، خصوصا مشهد الحقل ده يعتبر تحفة فنية. غير كده في شخصيات جامدة جدا. بقول لك ده عشان دي مش من النوعية المن هو اللي البطل يبقى فيها اوفر باور مثل الفصول. البطل من هو صغير ماسك السيف وبيتدرب على الفنون المبارزة على ايد محارب معتزل في القرية. الرجل قال له أنا عندي موهبة مميزة، أنه لو كمل بالمستوى ده هيبقى فارس عظيم. ومن هنا بدأ حلمه أنه يبقى فارس يقدر ينهي الحرب لوحده، وساب القرية وهو شايل الحلم ده في قلبه. لكن نروح بسرعة لمقهى هنلاقي شوية رجالة قاعدين يضحكوا على الوافد الجديد، مستغربين ازاي واحد مرعوب بالشكل ده وفي نفس الوقت يحلم يبقى فارس. وفي اليوم ده البطل اكتشف الحقيقة، موهبته كانت متوسطة، لكن هو مش من النوع اللي يستسلم بسهولة. وعدى الوقت وهو مقتنع أن التدريب والمجهود هيقدر يتخطى أي حاجة. فضل يقاتل الوحوش ويكسب الخبرة مع كل معركة، وكان مؤمن أنه في يوم هيبقى الفارس اللي ينهي كل حاجة. لكن في لحظة بضربة واحدة سيفه طار من إيده، ومعه تحطم حلمه وصدمة أن لهزمه. كان طفل عمره 12 سنة بس ولسه متعلم المبارزة من فترة قصيرة، لكنه غلبه بسهولة بسبب موهبته الفطرية المرعبة. ساعتها البطل حس أن كل تعبه راح الفاضي، وقع على الأرض وهو يائس وسأل نفسه هو كده خلاص؟ لكن عزيمته كانت أقوى من إحباطه. ثاني يوم رجع يتدرب من جديد وقعد ساعات زيادة. الرجل ده نسخة روكلي حرفيا، فضل يضرب بالشجر آلاف المرات كل يوم لحد ما الحديد نفسه يتهز من كثرة الضرب، وبعدين يشيل سيفه ويرجع يكمل تدريب. ولو مش هيبقى الأقوى هيبقى على الأقل الأكثر خبرة. وبعد 3 سنين بقى قائد لفرقة متوسطة، وده كان أقصى اللي يقدر يوصلها بعد عمر كامل من التدريب. قبل المعركة طلب من واحد صاحبه يتبارز معاه لأنه عارف أن المعركة ضخمة على الأبواب. إحنا بنتكلم عن آلاف السيوف، وندخل على قلب المعركة الجنود بيصرخوا والسيوف في كل مكان. البطل يوقع واحد على الأرض، وفجأة واحد تاني يهجم عليه ويحاول يطعنه على وجهه. يلف بسرعة ويتفادى الضربة، وفي نفس اللحظة واحد ثالث يحاول يضربه من ظهره لكنه يصد الضربة بدرعه. وبعدين يلمح واحد من زملائه وهو يصرخ، يعرف أن سهم نازل عليه من السماء، فيجري يقف قدامه ويصده. وصاحبه لسه مصدوم، يطلع عدو تاني من وراه ويحاول يطعنه، ولكن البطل يبعدها بسرعة ويقطع رأس المهاجم. وفجأة يسمع الصرخة اللي كان مستنيها، جثة تقع على الأرض ورجل بيشاور له بسيفه. ده هو الشخص اللي لازم يقتله. يقفوا قدام بعض والبطل يقسم أن المرة دي هينتصر ويعيش. وفي لحظة يفتكر كلام واحد من أصحابه، قال له لو عايز تنجو افتح عينيك لآخر لحظة، حتى لو السيف وصل لرقبتك خليك زي الوحش، ما تعرفش يعني إيه الخوف من الموت. العدو يندفع بسيفه والبطل بيشوف الموت قدامه، لكن بدل ما يخاف يتفادى الضربة وراءه. ولأول مرة يبقى عنده فرصة حقيقية ضد الرجل ده. يلف عشان يرد الهجوم، لكن العدو يمسك سيفه بطريقة غريبة ويغرسه بقوة في رقبته. الدم ينفجر وجسمه يقع على الأرض. وفي اللحظة اللي بعدها يشوف قارب معدي جنبه. الموت يقول له استسلم وتقبل أنك ضعيف وتعال معايا، لكن البطل يبتسم ويقول له أن اليوم ده عمره ما يجي. وهنا تبدأ الدائرة من أول وجديد، لأن دي مش أول مرة يموت قدام الرجل ده، ولا الثانية ولا الثالثة، دي كانت المرة ال20، رغم أنه أضعف واحد لأنه الوحيد اللي عمره ما استسلم للموت. أول مرة مات فيها وصحى افتكر أنه كان مجرد حمى، فرجع لنفس الحرب ومات للمرة الثانية وبعدين الثالثة وبعدين الرابعة. كل يوم يبدأ بنفس الراكل وهو بيخبط في الأواني. استاس السيف وهو بيخترق جسمه عمره ما اختفى، واليوم فضل يعيد نفسه، وكان لازم يواجه نفس الشخص مرة ورا مرة. يعني باختصار البطل له قدرة العودة بالزمن، ولما مات للمرة 12 ترجع القصة لساحة المعركة. يتفادى أنكريد الطعنة مرة ثانية، لكن أول ما الجندي يلف يكمل هجومه، يحاول يراوغه لكن لسه أبطأ منه. وفي لحظة السيف يقطع رقبته، يقع على ركبتيه، وأثناء سقوطه القلادة اللي لابسها تقع قدامه. ساعتها يفتكر حاجة حصلت زمان لما كان شغال كمرتزق، كان بيصطاد وحوش كتير. وفي يوم قريته الصغيرة طلبت مساعدته، فوافق فورا لأنه كان مؤمن أن حماية الضعفاء هي واجب أي فارس. بعد ما خلص المهمة شيخ القرية قال لهم أنهم فقراء ومش هيقدروا يكافئوه، لكنه أدى له تميمة غريبة. إنكريد وقتها افتكر مجرد هدية ملهاش لازمة، لكن الشيخ قال له أنها تقدر تحقق أمنية شخص يائس. وهنا بدأ يشك، يا ترى التميمة دي هي سبب في أنه يعيش نفس اليوم كل مرة؟ في الوقت ده الجندي اللي كان يقتله كان واضح أنه مستمتع وهو يفعل ذلك، بملامح تبدو وكأنها شهوانية. ينهي على إنكريد، وفجأة صوت الخبط يرجع من جديد. المرة دي أول ما شاف ريم قال له أنه هو اللي حط الحشرة في جزمته. ريم بص له باستغراب وقال له أنت تجننت من الصبح ولا إيه؟ هو دلوقتي عايز يفهم سر قوة الجندي ده. ريم لوح بالفأس، لكن إنكريد تفادى الضربة بسهولة. ريم اتفاجأ وسأل إيه اللي خلاك بطلت ترجع لورا فجأة؟ رد إنكريد بكل هدوء تدربت. ريم طبعا ما صدقوش وقال مستحيل حد يتغير بسرعة دي، وكمان ما حدش علمه أسلوبه. لكن إنكريد رد وقال أنه تعلمه بالصدفة. بعدها مسك سيف وطلب من ريم مبارزة. ريم ابتسم وقال تمام وريني. بدأ الهجوم وإنكريد فضل يتهرب من الضربات.
الغابات. وبعد شويه ريم سأله هتفضل تتهرب كده لحد امتى؟ حتى وهو يقترب منه انكريد كان بيفلت من كل ضربه، وقال ان اسلوب السيف الوحيد اللي يعرفه هو اسلوب مرتزقه فولين اللي الناس كلها تعتبرها مجرد خدعه رخيصه. وفجاه فقد توازنه، ريم استغل الفرصه وقفز عليه، لكن انكريد لحق يستعد توازنه في اخر لحظه. ريم لاحظ ده، وفي نفس اللحظه انكريد نفذ نفس الطعنه للجندي اللي كان بيقتل بيها كل مره، لكن ريم مسك سيفه بسهوله ووقع من ايده. السيف اتزحلق على الارض، وانكريد قال لنفسه انه قدر يقلد طعنه الوغد دي، وجسمه بقى حافظها فعلا. ريم قال ان الطعنه دي لو كانت نبتت صح كانت هتجرحها فعلا، وكل اللي شافه منها النهارده دي كانت احسن حركه عنده. ولاول مره ريم بدا يدلي نصائح، قالها لو فضل شكك في نفسه عمره ما هيتطور، لازم يبص للخطوه اللي بعدها مش الخوف اللي جواه، ساعتها بس هيعرف يثبت ايده. رغم ان الكلام كان ناشف الا انه كان منطقي جدا. وهنا فهم انكريد الفرق الحقيقي. الفرق ما كانش في الحركه نفسها، الفرق كان في الثقه. هو كان ينفذ الطعنه وهو متردد، اما الجندي فكان واثق من سيفه. ولان انكريد كان لسه شاكك، الجندي قتله مره ثانيه، كرر نفس الهوس وتلك الضحكه المستفزه وخرج السيف من جديد. يرجع انكريد يتدرب مع ريم ويموت، ويرجع يتدرب ويموت ثاني، ويفضل يعيد نفس الحلقه القاسيه خطوه ورا خطوه مهما كانت الخطوات صغيره، لحد ما وصل لموتها رقم 111. ده ما كانش كفايه، وبعدها للمره 123، وفي كل مره السيف كان يرجع يقف على رقبته. لكن في الجوله اللي بعدها صرخ انكريد وهو يهاجم ريم، ونفذ نفس الطعنه مره ثانيه. المره دي قدر يرجع فأس ريم من اللي ورا. ريم بص له بصدمه وقال له انت تجننت؟ ايد انكريد كانت بتنزف جامد. ريم نبه عليه كده، لكن استغرب اكثر من ضحكته وساله انت بتضحك كده ليه؟ لكن انكريد كان في قمه السعاده لانه اخيرا اتقن الطعنه. رجع لساحه المعركه ووقف قدام عدوه اللدود، هاجمه بنفس الحركه، ولاول مره سيفه لمس خوذه الجندي. الجندي رد بطعنتين سريعتين، وفي النهايه السيف اخترق رقبه انكريد من جديد. لكن المره دي قال لنفسه ان اول محاوله فاشله، وده طبيعي. ومع كده لا رمش ولا ساب السيف من ايده، وقع على الارض ولسه ماسك سلاحه. الجندي حط رجله على صدره مبتسم وهو يقول انه شكله بيتألم، وبعدين كرر تلك الابتسامه المستفزه. لكن انكريد رد عليه وقال بكره هقتلك. الجندي ضحك وقال الموتى ما لهمش بكره، وبعدها قضى عليه. رجع اليوم يتكرر والحشره تخرج من جسمه ريم، لكن انكريد يدوس عليها قبل ما تدخل. ريم يشكره فيقول له انكريد لو فعلا ممكن خذ نوبتي في الحراسه. ريم يبص له باستغراب ويساله هو ازاي بيدي اوامر بسهوله دي. وبعدها نتعرف على واحد ثاني من الفرقه اسمه كان العيون الكبيره. انكريد يطلب منه يجيب له درع وترس وخنج، وبيقول له انه هيدفع ثمنهم بعدين. الرجل استغرب لكنه يوافق لانه في الاخر قائده. وبعد شويه باقي اعضاء الفرقه يوصلوا. ريم يلاحظ ان انكريد غريب النهارده لانه مش متوتر زي العاده. اما انكريد فيرجع يطعن الشجره مره ورا مره ويقول لنفسه كل موتى كان وجعها على يوسف. بدا انكريد يفكر طيب لو حتى بعد 10,000 من المحاولات هل اقدر اكسب؟ هل اهرب وانجو بنفسي؟ ولو نجا هل بكره هيجي اخيرا؟ ولا هيصحى على نفس اليوم من جديد؟ بل وفكر للحظه يمكن يكتفي بالقوه اللي وصلها، لكن بسرعه هز الفكره من دماغه مش هيعيش دور الضعيف ثاني، عمره ما يستسلم. هيكسر الجدار اللي واقف قدامه ويشوف ايه اللي وراه. ومن ساعتها فضل يغرس سيفه في شجره مره ورا مره، وهو بيقسم انه مش هيضيع الفرصه اللي ادتها له الحياه، ولحد ما قسم الشجره النصفين. وبعدها لبس كل معداته واستعد للمعركه، وهو واثق ان النهارده هيكسب، يضرب بوق الحرب ويقود انكريد فرقته لساحه القتال. ومع بدايه المعركه يقول ان كل اللي وصلها لحد هنا كان سبب 3 حاجات: الحظ والتحضير والهدوء. العدو يهجم عليه من ظهره لكنه يلف بسرعه ويقطع راسه. واحد ثاني يحاول يضرب رجله لكن واقي الساق يصد الضربه فيرد عليه ويهشم جمجمته. وثالث يرمي عليه فأس من وراه فيتفاداه ويرمي سلاحه عليه مباشره. فجاه يلمح كرانغ وهو يبي يصرخ فيصد السهم اللي كان هيقتله زي كل مره، وبعدها يقضي على المهاجم. ودلوقتي جاء وقت مواجهه الجدار الحقيقي. الجندي بيبص له ونظراتهم تتقابل، وفجاه ينطلق الجندي باقصى سرعه. انكريد يصد الضربه لكن الدرع يتحطم، يرمي على الارض ويستقبل الضربه اللي بعدها بسيفه، ويقول ان خصمه موهوب جدا، يكاد يكون عبقري، لكن خبرته في القتال الحقيقي قليله، وده اكبر نقطه ضعف عنده. ويضرب براسه وبعدين يستخدم الاسلوب فوني المعروف بحيل القديره، يغرف شويه تراب برجليه ويرميهم في عيون الجندي. واول ما خصمه يتلخبط يهجم عليه فورا. الجندي يمسك سيفه ويحاول يطعنه لكن انكريد ينزل جنب النصل. الجندي يلف بسرعه عشان يكمل هجومه، لكن المره دي انكريد عارف الطعنه دي كويس، عارف بعد ما مات منها مئات المرات، ويضرب سيف الجندي ويكسره. وفي نفس اللحظه رامي سهام يشد قوسه ويطلق سهم ناحيه انكريد. الجندي يرمي بقايا سيفه المكسور وانكريد يندفع عشان ينهي عليه. كان فاكر انه هيكسب لكن السهم كان لسه في الطريق، وقبل ما يصيبه فأس يطير في الهواء ويحطم السهم. وفي نفس اللحظه يغرز انكريد سيفه في رقبه الجندي. ريم هو اللي انقذه وقال انه هيروح يخلص على رامي سهام، لكن كرانغ طلب منه يوفر طاقته. الجندي يبدا يقع على الارض ولسه مش مستوعب انه خسر. انكريد يبص له ويلاقيه يرتعش من الخوف، يرفع سيفه ويقول دي هي الرحمه، وبضربه واحده يفصل راسه ويبتسم لانه اخيرا كسر الجدار اللي فضل واقف قدامه كل المرات دي.
لكن فجأة حد يركله بقوة في ظهره، يقع على الأرض وهو متألم وريم يجري عليه وهو بيصرخ. ده رجل الضفدع. المهاجم كان راجل طويل وشعره مربوط، بص لإنكريد وقال أنه استهلك كل قوته ضد الجندي ومستحيل يصدق أنه هزمه، واتضح أن لقب الجندي كان المنحرف. يرفع رجل الضفدع سيفه ويهجم عشان يقتل إنكريد، لكن ريم يوقف الضربة بفأسه ويبدأ الاثنين يتبادلوا الضربات. وفي نفس الوقت عدو تاني يحاول يخلص على إنكريد، لكن كرانك يقفز ويقطع رأسه. بعدها ريم ورجل الضفدع يرجعوا خطوة لورا. ريم يبص له ويقول لو عايز تقتل قائد فرقته لازم تأخذ أذني أولا. رجل الضفدع يستغرب ازاي واحد ضعيف زي إنكريد بقى قائد بدل منه. ريم يشرح ان رجال الضفادع مخلوقين للقتال، ولو عايز تقتل واحد منهم يا اما تستخدم السحر وتحرق يا اما تقتله بضربة واحدة قاضية. بعدها رجل الضفدع يبص لريم ويستغرب وجود شخص قوي زيه في معركة صغيرة بالشكل ده، ويقول ان قتاله مع ريم هيكلف حياته هو كمان، فقرر ان الموضوع ما يستاهلش واستدار ومشى. ريم ضحك وقال عليه جبان. كرانك شال إنكريد وبدأ يهرب به، وريم وقف في وش باقي الجنود. واحد منهم حاول يلحقهم لكن احد افراد الفرقة وقف في طريقه، وبعدها حليف ثاني وصل واسقط صف كامل من الجنود. رؤية إنكريد بدأت تذهب، ومع صدور امر الانسحاب قفل عينه وهو يتراجع مع فرقته، وفجأة لقى نفسه في العالم السفلي من جديد. الملاح قال له انه قدر ينجو ليوم اضافي، لكن ده كان اللي حصل. عاجلا العقبات دي هتكسرها، وان مصيرها الحقيقي هو الاستسلام والغرق في اليأس. لكن إنكريد وقف، بص للجدار اللي وراه وقال للملاح العقبات دي موجودة عشان اتخطاها. ابتسم الملاح وقال هستنى اليوم اللي يختفي فيه الطمع والطموح من عينيك. وفجأة يفتح إنكريد عينيه ويلاقي نفسه كلها ضمادات، وريم يقول له انه في خيمة العلاج وانه كان نايم يومين كاملين، ويضيف انه هو اللي انقذه من رجل الضفدع. إنكريد اتصدم وقال انه لو اللي هجم عليه فعلا كان رجل ضفدع فهو مش مصدق انه لسه عايش. وهذا كل شيء. لو عاوز الثاني اخبرني في التعليقات واترك تعليق جيد، فذلك يدعمني ويحفزني للاستمرار.